لكن أصحاب الرقيم من هم؟ بعضهم يقول شيخنا أصحاب الرقيم هم أصحاب الكهف. لا، الكهف غير والرقيم غير. الرقيم الليلة سمعوا وحفظوها هذه إلى أولادكم، وإحنا لازم نحفظها ونتذكرها دائما. 3 من الأصدقاء هذول مؤمنين أخيار، الجو صار ربيع، قالوا خلونا شوية نطلع نغير جو. طلعوا للسياحة، اجوا بين الغابات وبين الأشجار. ليش ما في ذيك الفترة تلبدت السماء بالغيوم وأبرقت وأرعدت وهطل المطر. هم جايين يصعدون على تلة وعلى جبال، قالوا نخاف أنه الآن كثرة الأمطار تسبب سيل وتالي ما نقدر نرجع، فخلنا نرجع. في أثناء رجوعهم ازداد المطر، صار السيل يجري. قالوا تدرون مشيتنا خطر، مو مأمون. شايف انت الحين الله لا يراويكم والله يسلمهم ونجيهم، شفناه يعني أكثر من مرة في السعودية وغير السعودية. يجي عند الشارع ويشوف السيل يمشي، قال بعبر السيارة تطوف، حساباته غلط، من يمر السيل يجرف السيارة. ما أدري تتذكرون أهل البحرين النفق أول ما سوونه بين عالي وبوري، واحد من إخواننا الله يذكره بالخير شوية قال ما عليه أقدر أطوف بعد الماء، يقدر ما حسب حسابه، فنزل في النفق، بندت السيارة وصار الماء يتدفق أكثر حتى كاد أن يغرق. أنقذه أحد الإخوة من أهالي علي، طلع ونجى، والنجاة بيد الله عز وجل. فهم قالوا خلونا نأمن على عمرنا، الآن لو مشينا وجل السيل يمكن يجرفنا وياه، زي شو نسوي؟ قاموا يطالعون، شافوا مغارة، قالوا نختبئ في هذه المغارة. نزلوا في المغارة، قالوا إلى أن يوقفوا السيل تهدأ الدنيا نطلع. السيل صار يندفع أكثر وأكثر، نزل السيل على صخرة حركها من مكانها، جاءت الصخرة تتدحرج فنزلت على باب المغارة فسدتها. في اللغة العربية يقولون رقمتها، فلهذا سموهم أصحاب شنو؟ الرقيم. إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب. يعني الصخرة أغلقت باب المغارة. نفس الكتاب إذا ختمت يقولون كتاب مرقوم، نفس القضية. زين، لا يقدرون يتنفسون، وبرهم بر الديرة ما حد يدري عنهم، والدنيا مطر وسيول ما حد يطلع، يظلون 2-3 يختنقون وموتون جوع وعطش ما حد يدري عنهم، وهالمغارة تصير قبر إليهم. كل ما حاولوا يدفعون الصخرة أصلا ما تتحرك. زين، قعدوا متحيرين شو نسوي. واحد منهم قال يا جماعة احنا الحمد لله رب العالمين صحبتنا صحبة خير، احنا كلنا أهل الإيمان ترى، وهذه فائدة صداقة أهل الإيمان يا جماعة. صديق المؤمن يقودك إلى الخير، صديق السوء يقودك إلى الشر والمستجار بالله. شايف؟ زين، شنو المطلوب؟ قال احنا في حياتنا ما عندنا عمل خالص لوجه الله، نقسم على الله عز وجل بهذا العمل الخالص، الله ينجينا. ما معقولة ما مسوين عمل يقربنا إلى الله. قالوا زين حتى لو مسوين عمل، العمل هذا ما نقوله لأحد، وإلا شلون يصير عمل خالص؟ عمل خالص ومفوشر شلون يصير؟ قالوا لا، احنا نجيبه من باب التوسل إلى الله بالعمل الصالح. كل واحد يتذكر عمل من الأعمال التي أخلص فيها لوجه الله، ويقسم على الله بهذا العمل أن ينجيه الله تبارك وتعالى. يا الله بد انت، قال سامحوني يا جماعة بس أنا ما أشوف عندي عمل مخلص فيه لله عز وجل. دائما أشوف استصغار الأعمال هذا يزيد من درجة صاحب العمل. قال بس أنا أتذكر مرة من المرات يقول أنا حطاب، أروح أحطب وأبيع الحطب وأشتري شيء وأجيبه، قوتنا كل يوم بيومه. وفي البيت عندي أبويا وأمي ذولا كبار عجايز، وذاك اليوم أولادي جوعانين ما عندنا شيء. طلعت من الصبح أروح أحتطب، احتطبت، كل ما أمر على بيت أريد أبيع الحطب ما حد يريد يشتري حطب. إلى آخر اليوم حصلت لي واحد وداني بيتهم حتى أنقل إلى الحطب إلى بيتهم، وبيتهم بعيد، وعطاني قال لي ما عندي فلوس،
عندي طاسة لبن بس، تريد؟ قال لي أنا هو هذا الفلوس باخذها بشتري أكل لنا، بس ما عندك إلا طاسة لبن جيبها. يقول آخر الليل رجعت إلى بيتي وإذا بأطفالي يبكون من شدة الجوع. زوجتي واقفة على الباب، وينك تأخرت؟ قال الآن تو محصل، غير هالطاسة ما عندنا. قالت جيبها، جواعة ما عندنا شيء. قال وين أبويا وأمي؟ قالت زوجتي أبويا وأبوك وأمك من شدة الجوع ناموا، فإحنا منشرب من اللبن ولين قعد. قال ما كنت بالذي أسبق أبي وأمي فإني أخاف من عقوقهما. اي نعم، اي نعم، هذول عم يشوف بر الوالدين حتى القرآن ذكره. زين ما يخالف أطفال، احنا ما احنا ماكلين. قال أبدا، نموت كلنا جوع وعطش، لكن أول أبويا وأمي ما أتقدم عليهم حتى لا أقع في عقوقهم. قعد وحط الطاسة عند راس أبوه وأمه إلى أن قعدوا، وآخر الليل قعدوا. ها بابا رجعت؟ قال إيه جايب لكم طاسة لبن. تعشوا الجهال؟ تعشيتم؟ قال لا، أول انتون ما أسبقكم حتى لا أكون عاقا لكما. يقول فلما شرب أبي وأمي وارتووا وبتنا جياع، يوم الثاني رحت احتطبت وجبت لهم، وبتنا أنا وزوجتي وعيالي جوعا وشبع أبي وأمي. فيا ربي إذا كان هذا العمل مقبول عندك، خوفي من عقوق الوالدين، إذا كان هذا العمل مقبول عندك فرج عني يا رب. فلما قال أحد الثلاثة هذه الكلمة أصابت الصخرة هزة فانكسر قسم منها ببركة هذا العمل. شوف الخوف من عقوق الوالدين. قال زين، تبين التوسل بالأعمال المخلصة مؤثر. الثاني انت ايش عندك؟ قال أنا الله منعم علي وعندي مزرعة، يوم من الأيام جبت مجموعة من المزارعين يشتغلون عندي ومتفق وياهم كلكم يوميتكم هالقد. اكو واحد من المزارعين اللي جايبينهم من العمال اشتغل أكثر من غيره، فيوم جيت آخر النهار أوزع عليهم الأجرة، كل واحد يأخذ أجرته بالتساوي ويمشي. إجا ذاك قال أنا عاد تزيدني، إذا تعطيهم درهم أنا درهم ونص. قال ليش؟ قال اليوم أنا اشتغلت أكثر من غيري. قال اشتغلت أكثر من غيرك، أنا ما شرط عليك أنه إذا زيدت الشغل با زيدت فلوس، أنا قايل لكم أجرتكم واحدة وما طالب من عندك. قال لكن أنا شغل زيادة. قال زيادة من غير اتفاق، ما إلك إلا الدرهم. قال تدري شلون؟ حتى الدرهم مالك ما أريده. قال لي زين تعال ما راضيك. قال روح ما أريدك، لا درهمك ولا درهم ونص، خلاص وبيني وبينك الله. اي طلع مثل ما نقول بحارنا يقولون حمسان زعلان، تركه وطلع. شوف هذا ثري وصاحب مزرعة والله عاطنا، لكن خاف أن يدخل في بطنه درهم واحد حرام. شوف قال درهم واحد حرام هالمزرعة كلها وهالخير كله يروح. روحوا دوروا، قالوا ما ندري عنه. ايش سوى؟ من النخيل اللي عنده خلى نخلة على صوب، قال هذه أخليها باسمه، وقت اللي يجي هي إله. وصى أولاده قال لو مت هالنخلة مالت فلان، إذا جاي طالب تعطونها إياه. دارت سنة كاملة. ذاك اللي زعل العامل رجع إلى صاحب المزرعة، بين ذاك اليوم جوعان ما عنده شيء، قال أنا أطالب ذاك التاجر بدرهم، خلي راضي بالدرهم إن شاء الله عب ما يعطيني. يقول إجيت إلى قلت له حجي تتذكر اللي عام أنا جيت اشتغلت عندك في الزراعة ويا العمال، وانت مقسم علينا كل واحد يومية درهم، وأنا اشتغلت زيادة وقلت لك أريد درهم ونص وما رضيت تعطيني إلا الدرهم، وطلعت زعلان من عندك من اللي عام هذا الحكي، تذكر؟ قال إيه أذكر. قال عمي ترى ما عندي شيء، أنا جاي أطلب الدرهم مال اللي عام تعطيني إياه. قال درهم ما أعطيك. قال ما أبغى درهم والنص اللي طلبتها، أبغى الدرهم. قال ما إلك درهم. قال حتى الدرهم. قال لي اعلم خفت أن يدخل في بطني درهم من حرام فعزلت لك نخلة، والنخلة أثمرت وخرفنا رطبها وبعنا
وتوسع، فأنت إلك قسم خليته إلك في المزرعة، هذا كله إلك، النخلة بالرطب اللي بعناه، وعليك بألف عافية، مبر الذمة حلال بلال زلال عليك. يقول فأنا خفت من درهم من حرام يدخل في جوفي فيبعدني عن الله عز وجل. اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا يا ربي. ما استتم كلامه وإذا بالصخرة قد انكسر قسم منها. ظل قسم واحد. قالوا احنا نقدر نطلع. قالوا بعد الثالث نريده يذكر العمل، هذا العمل إذا كان مقبول عند الله يشجعنا عليه، فأنت خبرنا ايش سويت. قال ايش أقول لكم، أستحي. قال لا تستحي، خبرنا وإحنا ستر وغطى عليك. قال أنا بنت عمي رابي وياها، عشقتها وعشقتني، فلما تقدمت للزواج منها عمي استقل المال اللي عندي، قال أنا طالب مهر غالي وأنا ما عندي، فمنعني من أن أتزوج من ابنته. يوم من الأيام عمي وأولاد عمي طالعين والبيت ما في أحد إلا بيت عمي، وأنا رايح إلى شغلة بيني وبين عمي. طرقت الباب، ابنة عمي قالت منو؟ قلت فلان ابن عمك. وين أبوك؟ قالت أبويا موجود تفضل. فلما دخلت إلى الدار أغلقت الباب. قالت تعرف أنت ترغب في وأنا أرغب فيك، وأبويا مو راضي مانعنا، وهي فرصة ما حد يدري، أبويا طالع أخواني طالعين وإحنا ما بنحصل بعض، ما عدنا لها الفرصة هذه. يقول فسول لي الشيطان إلا أني تذكرت عذاب الآخرة، مع العلم بأني أحبها، لكن اشتريت رضا الله عز وجل واشتريت خوفي من نار جهنم. اللهم إن كان هذا العمل عندك مقبولا، طلعت من غير أن أمد يدي إليها بسوء، اللهم فرج عني. ما استتم كلامه وإذا الصخرة كلها تلاشت عن مكانها. شوفوا يا أحبائي، الأعمال المخلصة تنجي من البلاء وتجلب الخير وتقرب إلى الله عز وجل زلفى أكثر وأكثر. احنا من هذا المنطلق نربي أنفسنا ونربي أولادنا على أن يتقدموا إلى الله في صلاتهم، من يوقفون يصلون. حتى لو شفت ولدك يسرع في الصلاة ما إلى خلق يقرأ قرآن، حببه في العبادة، قربه إلى الله عز وجل حتى نكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى.